السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لو جديدة معايا في القناة يا ريت تفرحيني وتشرفيني وتدعميني وتشجعيني بالاشتراك علشان يوصل لك كل جديد من قناتي ونكون عيلة كبيرة بوجودك معانا بإذن الله. النهارده الحمد لله فيديو جديد ويوم جديد بإذن الله. رحت السوق ما اشتريتش حاجات، الا حاجات بسيطة. اللهم لك الحمد، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. هنا المانجا ديت كنت بوريها لكم ان انا اشتريتها الكيلو ب 15 جنيه. ماشي. كان بس يعتبر فيها، يعني انا بوريها لكم كان فيها قطع من القشره بس فقط بسيطه، حاجه جميله يعني، حاجه قصدي خفيفه، مش اللي هي مثلا وحشه او كده، لا كان ما شاء الله الله اكبر عليها، كانت جميله. كان بس فيها حاجات بسيطه خالص في القشره زي ما انا بقول لكم. وبعد كده بدات ان انا اغسلها، واللهم لك الحمد عملنا منها كذا حاجه الحمد لله. خزنت منها وعملت منها عصير وعملت منها كمان كيكه. هنشوف مع بعض الفيديو علشان ما نحرقلكوش الفيديو باذن الله. خليكم معايا باذن الله وهتستمتعوا باذن الله من الفيديو ان شاء الله. بوريكم هنا، بصوا كان القشره اهوت، يعني انا كنت بفتحها عشان خاطر برضو اشوف، ودقتها والحمد لله كانت طعمها جميل ومسكره. بس هو فعلا الموضوع كان بس القشره بسيطه. طبعا هنا بقى كانت القشره اللي بلاقيها وحشه كنت بقطعها وبرميها على طول، لكن القشره الكويسه كنت بسيبها لان هنستفاد منها حاجات كتير وهنعمل منها حاجات كتير باذن الله. هنا برضو قوت بوريها لكم، كنت بشطفها الاول وبعد كده هبدا ان انا اقطعها واظبطها باذن الله. بعد كده بقى القشره بتاعتها ديت ان شاء الله باذن الله هديكم منها فكره جميله وحلوه باذن الله، وهنعمل منها احسن عصير. في حاجه هنا انا حابه ان انا نقطه، حابه ان انا اقولها للمعرفه، ان اللهم صل على حضره النبي. المانجا النعومي والسكري وفي انواع تانية والصديقه ماشي، بس الصديقه بالاخص بيبقى القشره بتاعتها تخينه، ما ينفعش ان انت تعملي منها عصير لان هيمرر معاكي. لكن النعومي والسكري تقدري ان انت تعملي منها العصير القشره بتاعتها وتاخدي منها احلى نتيجه باذن الله، وتكوني مرضيه فيها. وما شاء الله الله اكبر، يعني عايزه اقول لك بتوع العصائر بره ما شاء الله اللهم لك الحمد، يعني ربنا يبارك ويزيد، بيعملوها بالطريقه ديت عامه. هنا القشره بقى والطبق دوت انا حبيت ان انا احط فيها القشره والبذر علشان خاطر انا هاجي بعد ما اخلص هحط فيها شفشق ميه، وبعد كده هدخلها بتاع ساعتين كده في التلاجة تنزل وتندمج كده مع الميه يعني مش يعني عايزه اقول لك انها تنزل البهاريز بتاعتها، بمعنى اصح عايزه انها تنزل الصوص بتاعها والنكهه بتاعتها في الميه اللي احنا هنسيبها منقوعه فيها لمده ساعتين. وبالفعل بعد ما قطعتها وخلصتها كنت فعلا نقعتها ساعتين في ميه، وهبدا اعمل بعد كده العصير منها ان شاء الله. خليكم معايا خطوه بخطوه باذن الله وهتشوفوا انا عملتها ازاي. حابه برضك ان انا انوه واقول للمعرفه مش اكتر، ان بجد والله يا بنات بتعمل كميه عصير مهوله حلوه. يعني انا عملت من القشر بس كده والبذر ان انا كنت بسيب فيها حاجات بسيطه، عملت كميه مهوله من العصير ما شاء الله الله اكبر، وكان مركز وتقيل وكان جميل جدا. هنا القشره السوداء كده ما عجبتنيش، رحت شايلاها وخلاص. هنا قطعت بصوا منها مكعبات وحطيتها في العلب اللي انا هعينها في الفريزر. هنا بقى بدات ان انا كده كنت طلعتها بقى بعد ما انا قطعتها وعينتها في العلب، بدات ان انا جبت بقى الطبق بتاعي كده اللي انا سبته في الميه زي ما انا قلت لكم ساعتين. يعني انا فعلا سبته ساعتين في التلاجة، وبدات ان انا بقى امسك البذر وانضفه كويس لو فيها قطع من المانجا، واسيبها تاني في طبق عشان خاطر هضربها بقى في الخلاط او في بالهاند بلندر عامه وكده. هنا هو كنت بنضف زي ما انتم شايفين كده كويس. دي بقى كنت انا نسيتها بصراحه ما شفتهاش عامه، بس قلت خلاص انا كده كده قطعت المانجا وعينتها في الفريزر، فمش هينفع ان انا اطلعها تاني. انا خلاص الحمد لله، يعني انا مطمنه ان انا الحمد لله عصيري هيكون كويس وحلو، لان انا غاسله القشر كويس ماشي، وضامنه ان حاجتي الحمد لله نظيفه ما فيش اي مشكله فيها. وصدقوني العصائر اللي احنا بنشربها من بره، المانجا والكلام ده وكده، بيبقى معموله بالطريقه دي عامه.
والله انا بقدم لك فكره، الفكره دي عجبتك. احنا بصوا بنحاول ان احنا يعني بنذكر بعضينا، ولو انا عندي فكره بحاول اوصلها لك. الفكره لو عجبتك بتعملي بيها، ما عجبتكيش خلاص، كل واحد هو حر عامه. بس والله صدقوني جميله ومش وحشه خالص، هتفرق معاكي كتير. احنا داخلين على فتره مدارس، تقدري ان انت تجيبي وتبداي تخزني منها وتشيليها. ماشي، حبيتي ان انت تعملي منها عصائر وهي عيالك رايحين المدرسه، اسمك وفرتي انك انت ما تجيب لهمش عصاير من بره. انا جبت الكيلو ب15، يعني 4 كيلو ب60. يعني انا عملت الكميه ديت كلها 4 كيلو ب60 جنيه. عينت منهم في الفريزر اللي عينته، وعملت منه عصير وعملت كيكه، والحمد لله. الفيديو دوت هيكون مليء باذن الله بافكار حلوه تساعدك ان شاء الله للغدا بعد المدرسه، او حتى والعيال رايحين المدرسه تقدروا تعملوا منهم ايه الفطار بتاعهم وكده. يعني اذا كنت هتشربيهم عصير قبل ما يروحوا، او تديهم عامة هم رايحين بالعصير. هنا بقى كنت بصفي عامة العصير بتاعي علشان خاطر ايه القشر اللي فيه بقى كنت بصفيه. بص هو اصلا تقيلي زي ما شاء الله، اللهم بارك، حلو وجميل، الله اكبر عليه، كان طعمه جميل ولذيذ، اللهم لك الحمد. وهنا هو كنت بصفيه كويس علشان خاطر ايه ما اذيش برضك ان اي حد فينا يشرب او كده برضك بالقشره والكلام ده وكده. هنا بقى داخله على ان انا ايه خلاص كده الحمد لله خلصت. بدات ان انا ايه الطبق اللي انا كنت عملت فيه العصير وكده ما رحتش غسلته ولا اي حاجه، هو طبعا مطرحه مانجا وكده، فانا حبيت ان انا اعمل فيه الكيكه بتاعتي. الكيكه هنا بقى هتبقى اقتصاديه وفيها فكره برضك هتعجبكم ان شاء الله. انا حبيت ان انا اعمل الكيكه هنا بتاعتي، عاملاها بكوبايتين من الدقيق الذره وكوبايتين من الدقيق العادي. هنا ما حطيتش في الكيكه بتاعتي نهائي خالص، ما حطيتش نهائي خالص من الزيت، نهائي ما حطيتش. مفيش الا الصينيه اللي انا حطيت فيها الكيكه، هي دي اللي دهنتها بالزيت وبس. غير كده انا ما حطيتش خالص زيت خالص في الكيكه بتاعتي. حطيت 5 بيضات على كوبايه ونص من المانجا، تمام. حطيت 5 بيضات والفانيليا بتاعتي وكوبايه سكر. بدات ان انا اضربهم كويس في الخلاط. يعني انا عايزه يبقى الوصفه بتاعتي او المقدار بتاعي من اللي هو العصير بالبيض يكون عامل لي فوم عالي جدا. ماشي. هنا بقى كنت بحط كوبايتين الدقيق، حطيت كوبايتين من الدقيق الذره، عليهم كوبايتين من الدقيق العادي، عليهم الفانيليا وعليهم البيكنج باودر، والفانيليا حطيته على البيض والمانجا. هنا اهوت هشيل الخلاط بتاعي وابدا بقى ايه اوريكم اهوت. هنا حطيت بقى ايه الماده السائله بتاعتي، تمام. وهبدا ان انا اقلب الشفشه بقى. طبعا كان فيه العصير تقيل عامه، فروحت ايه حاطه له كده بتاع بقين ميه، بقين من الميه في الشفشه كده، ورحت رجاها ورحت منزله عليها برضك على الكيك. هنا بقى كنت بقلب، فمعلش يعني ايه موضوع التقليب دوت بيبقى صعب معايا شويه، لاني فعلا بجد اعصاب ايدي بتوجعني وكده، فبقلب براحتي يعني عامه. هنا هوت كان خلاص الحمد لله. بصوا بقى يا بنات، فكره الكيكه ديت ان انا عاملاها اقتصاديه، وقصدا ان انا اعملها اقتصاديه علشان ديت افكار هتعجبك ان انت تعمليها في ايام المدارس. انا الكيكه هنا يعني الحمد لله الحمد لله بقيت ان انا اعملها بطريقه اللي هي انا بعملها دايما ديت، وابدا ان انا اقطعها شرائح، وبعد كده ادخلها الفرن انها تتحمص. طعمها بيبقى اعلى بكتير من ان هي وهي طريه، تمام. ثانيا ان انا بترمي معايا كميه كتير لما انا برفعها كده، فبتبدا ان انت لما تاخدي قطعه وتاكليها جنب كوبايه شاي، جنب كوبايه لبن، جنب اي حاجه سائله انت حابه تشربيها، لا بتفرق معاكي. يعني انا لما اكلت منها قطع جنب كوبايه عصير المانجا بصراحه فرقت معايا كتير، لا كان طعمها لذيذ جدا وحلو، اللهم بارك. جربوها مش هتندموا. شريحه زي دي ممكن تحطي منها شريحتين او شريحه لعيلك او لبنتك وهي رايحه المدرسه جنب السندوتش اللي هي هتاكله، هتديها طاقه وباور، وفي نفس الوقت جميله، وفي نفس الوقت احنا محطناش عليها اي ماده دهنيه خالص، وزي ما انتم شايفين منفوخه وجميله وحلوه. وبصراحه يعني ما فرقش كتير خالص عن اي كيكه احنا بنحط فيها زيت او سمنه.
بصوا بوريها لكم، طعمها كانت جميله جدا وحلوه ما شاء الله، اللهم بارك يعني عليها. هنا بقى حبيتي ان انت مكان العصير تحطي عصير برتقال براحتك، حبيتي تحطي كوبايه لبن براحتك، الماده السائله اللي انت حابه تحطيها في الكيكه بتاعتك انت ليكي فيها حريه التصرف عامه، ان انت اللي انت عايزاه تحطيه براحتك خالص. فانا هنا كنت حابه ان انا اعمل بالمانجا عشان خاطر برضو ايه، مش عايزه اكلف نفسي وكده. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده كنت برصصها في الصينيه علشان خاطر ايه، ان انا ادخلها انها تتحمص درجه حراره هاديه خالص بتاعه الفرن، وسيبيها براحتها انها تتحمص. انت بس مجرد ان انت بتبص عليها يعني بتجسي كده بايدك ان انت تشوفيها نشفت ولا لا. ممكن تطلعيها طول ما هي في الفرن ممكن تبقى طريه بسيط، لكن لما تطلعيها وتعرضيها للهواء بتكمل التحميص بتاعها عادي خالص. هنا بتبقى جميله جدا زي ما انا قلت لكم وحلوه، وصدقوني جربوها مش هتندموا وهتفرق معاكم كتير. هنا بقى بصوا يا بنات، كنت انا عامله المخلل الليمون معاكم، وكان ما شاء الله اللهم بارك خلص الحمد لله اللهم لك الحمد. واحنا الحمد لله لما بنيجي معوده عيالي لما بنيجي ناخد مخلل بناخد بمعلقه، فلقيت المخلل بتاعي الميه بتاعته نظيفه كده ومش مريمه وحلوه بصراحه، واستحرمت ان انا ارميها، فكنت جبت انا فلفل الحامي دوت اللي هو البلدي، وقلت خلاص هخلي ايه فلفل، احنا كده كده برضو بنحب الفلفل، وكده كده الفلفل هيبقى متطعم من نفس التخليل بتاع الليمون اللي موجود في البرطمان، فاهمين؟ فانا هنا حبيت ان انا ايه اعمل برضو الموضوع ده قدامكم علشان خاطر لو انت خللتي وجيتي تاخدي الافضل علشان خاطر تخلي المخلل بتاعك يدوم، او يعني الميه بتاعت المخلل بتاعك يدوم اكتر، فانت ايه تاخدي بالمعلقه علشان خاطر ما تريمش معاكي، وفي نفس الوقت تقدري تستفيدي من الميه دي بتاعتها. رحت فعلا زودت فلفل تاني وغسلته، وقلت خلاص هعمل برطمان تاني، والحمد لله والله يا بنات انا ما كنت عامله حسابي خالص ان انا هعمل مخلل تاني الفتره ديت، لكن الحمد لله الحاجه هي اتعملت بدون تكلفه، ما طالما انا استعملتها كويس والحمد لله ميتها نظيفه وكويسه وما فيهاش اي ريم ولا اي حاجه، فيها ايه لو انا استعملتها تاني. فالحمد لله رحت مخلله تاني برضو البرطمان التاني، وكان الحمد لله ربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال، برضو كانت حاجه كويسه ويعتبر برضو اقتصاديه ما كلفتنيش كتير. الفلفل دوت انا كنت جايباه ب5 جنيه كيلو، تمام، كان فيه ب10 وفيه ب5. دوت كان العنقود بتاعه من فوق ماشي دبلان، فلو قعد كمان يوم هيبوظ في الحر ده، هيبوظ عند الراجل. فبصراحه راح قايل الكيلو ب5، رحت جايبه منه فعلا الكيلو. عامه خدت منه الكميه اللي انتوا شفتوها هو للمخلل، وهاخد كميه تانية بقى اسيبها بقى لاي حاجه هعمل بيها اكل الكلام دوت وكده، لان احنا بنحب الحاجه سبايسي. هنا بقى كنت بنقي الفلفل اللي هو الصغير علشان اخلله، والفلفل الكبير كنت بعينه في المصفى زي ما انتم شايفين او بشيله في المصفى. لو وصلت معايا لغايه هنا في الفيديو يا ريت تشرفيني وتنوريني في قناتي، تدعميني بالاشتراك بتاعك واللايك لان بيفرق معايا كتير، وشكرا ليكي. هنا بقى كنت خلاص الحمد لله خلصت، هبدا ان انا اجيب برطمان تاني وهبدا احط فيه الفلفل بتاعي واحط فيه بقيه الميه بتاعه الليمون المخلل بتاعي اللي هو ايه خلصناه الحمد لله يعني. هنا هوت الحمد لله هوت بحطه. البرطمانات دي انا بحبها يا بنات والله العظيم يا بنات، انا لما بلاقي بجيب حاجه مثلا وبرطمان ازاز بالذات ببقى فرحانه ومبسوطه جدا، لاني بحب البرطمانات دي قوي. ما تعرفوش ليه الستات المصريات جميعا كده بيحبوا يعينوا البرطمانات ويحتفظوا بيها للايام اللي زي دي، بصراحه بتفيدنا كتير بصراحه. هنا بقى عادي زودتها ميه لان كده كده التتبيله بتاعتي انا عارفه ان هي يعني كويسه وكده. هاجي بعد ليلتين هدوقها، لو لقيت انها مثلا محتاجه ملح هزودها ملح عادي. اهم حاجه ما يعديش اسبوع عن التخليل بتاعي وما اضيفلهوش ميه ملح. يعني عايزه اقول لك انت تقدري تحطي الملح بتاعك في اي مخلل انت بتعمليه، تيجي بعد ليلتين بالظبط تروحي فاتحه البرطمان بتاع المخلل بتاعك وتدوقي ملحه، لو لقيتي ملحه حلو يعني زياده، احنا عايزينها تبقى زياده لان كده كده الليمون او الشطه بيمتص الملح دوت، فاهمين الفكره في ايه؟ لقيتيه مثلا مش مملح ولا حاجه فانت هتزودي الملح عادي وترجيه وتقلبيه لغايه اما ايه يبقى معاكي كويس. اهم حاجه يعني ما يعديش اسبوع عامه على التخليل بتاعه، لان لو جيتي بعد كده تصلحي من البرطمان بتاعك وتيجي تحطي الملح بتاعه ولا له لازمه وهيبوظ معاكي على طول.
هنا بقى دخلنا في الوصفة اللي يعتبر التالتة، اللي هي برضو اقتصادية وحلوة وجميلة، وبرضو هتنفعكم جدا في الغداء والفطار عامة، في فترة المدارس عامة والكلام ده وكده، او في الفتره دي عامه، بس بيبقى اكتر في المدارس لاني بيبقى العيال ما شاء الله بيرجعوا جعانين عايزين غدا معرفش ايه كده. في فالتخليله ديت هتقدري ان انت، او الوصفه دي يعني هتقدري ان انت تاكليها كده لوحدها عادي، سندوتشات هتبقى جميله وممتعه. هتقدري تدخلي معاها بطاطس عادي، هتقدري تدخلي معاها اي حاجه، بس المهم ان انت تقدري اصلا تاكليها كده لوحدها. فاهمين الفكره في ايه؟ يعني تقدري ان انت تغمسي بيها كده لوحدها. وطبعا انا عندي ماشيه بنظام شويه، ان انا وعيالي بنعمل، حتى انا بحب اعمل سندوتشات، يعني ما بحبش ان انا اغمس كده في الاكل، بحيث ان انا ايه ممكن ايه وانا مشغوله مع العيال باكل ولا كده ممكن ازود، ممكن مثلا اهدر في الاكل الكلام ده كده، لا، هو السندوتشات افضل حاجه علشان خاطر حتى تقدري ان انت تقتصدي وتقدري ان انت تمشي على قد ميزانيه بيتك. هنا بقى كنت دقيت الثوم والفلفل، بعمل عادي تتبيله تخليل العادي بتاع بتنجان بمعنى اصح. تمام. وهنا بقى بصوا هبدا اجيب البتنجان بتاعي واقسمه من النص، بس مش هوصلها للاخر، يعني انا اقطعها بس ان انا ايه اقدر اخلل فيها التخليله اللي انا عملتها ديت من النص عامه زي ما انتم شايفين كده اهو. ابدا ان انا اخليها كده. انا عملت كذا واحده كده وهرجع بقى علشان خاطر برضو ببقى حابه الحاجه تبقى حادقه كده شويه. هبدا ان انا احط التوم في قلبيها، وبعد كده هرجع ان انا ايه احط السلطه اللي انا عملتها دي في قلبيها تاني. بس بصراحه يا بنات اللهم بارك اللهم لك الحمد، جميله جدا واقتصاديه جدا. يا دوبك خدت مني بس 4 معالق زيت، حطيت معلقتين في السلطه وحطيت معلقتين على الوش علشان خاطر بعد ما تستوي من على النار فوق هبدا ان انا ادخلها تاخد وش من على الشوايه. ويبقى كده عملت احلى صينيه جميله سهله اقتصاديه، ما احتاجتش الحمد لله ولا هدرت من الزيت عامه، موفره جدا، تنفع جدا في اخر الشهر عامه لو انت عملتيها كوجبه غدا وعملتي جنبيها بطاطستين بس، 2 من البطاطس هتفرق معاكي كتير وهتبقى جميله. لان كده كده زي ما انا قلت لكم هي يعني بصراحه يعني انا بقيت اكل منها كده، يعني انا كنت عامله بطاطس جنبها والله يا بنات بقيت اكل كده منها سندوتشات، كانت تحفه 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 تحفه. كده خلاص الحمد لله الصينيه بتاعتي خلصت. هبدا اهو ارش عليها من الوش بزيت، معلقتين من الزيت بس، وهبدا احطها على النار انها تستوي من فوق، وبعد كده ادخلها تاخد وش من تحت من الشوايه. هنا بقى كنت بقلي كم نسيت بقى حاجه يا بنات، انا حطيت كوبايه من الميه، انا نسيت اقول لكم ان بنحط معاها كوبايه من الميه علشان تساعد على التسويه بتاعه البتنجان. اهو بحطها قدامكم اهو تحت علشان انا نسيت احطها في الاول، كوبايه من الميه فقط. هنا بقى كنت بدأت ان انا ايه خلاص البتنجان بتاعي استوى الحمد لله وبقى جميل وحلو اللهم لك الحمد. هنا بقى بصوا كنت نسيتها بس الحمد لله لحقتها، كانت خلاص هتخش انها تشوط مني بس الحمد لله لحقتها. هبدأ هنا بقى ايه هبدأ ان انا ايه اشكشكها كده بالشوكة اشوفها اتأكدت ان هي استوت خلاص. هبدأ ان انا ادخلها الفرن عامة وخلاص. في الوقت ده كنت انا بولع الشوايه علشان خاطر ادخلها تاخد وش من الشوايه. هنا بقى كان خلاص الحمد لله كده ايه دخلتها الفرن في الوقت دوت، وبعد كده طلعتها من الفرن. كان هنا